السلام عليكم. مرحبا بكم في القناه ديالي. سيمانه جديده، كتاب جديد. ماشي اي كتاب. اليوم غادي ندخلوا للعالم ديال ايلون ماسك. ايلون ماسك اللي بدل العالم في بزاف ديال المجالات، لا فواتور الكتريك مع تسلا، يصيفط صواريخ للفضاء مع سبيس اكس. كيسميوه في الولايات المتحده الامريكيه ذا ايرون مان اوف ذا سيليكون فالي، الرجل الحديدي ديال سيليكون فالي. هذا الكتاب كتبته اشلي فينس وهو لا بيوغرافي اوفيسيال ديال ايلون ماسك. اشلي فينس دوزات اكثر من 40 ساعه ديال لونتروتيان مع ايلون ماسك، وانترفيوات اكثر من 300 واحد من القرباء ديالو، سواء اللي خدامين معاه ولا العائله ديالو. انا شخصيا استمتعت بالقرايه ديال الكتاب، فيه بزاف ديال الاحداث اللي انسبيرونت ومضحكين في نفس الوقت. واش عمركم شفتوا شي واحد كيصيفط الطوموبيل اللي كان كيسوق للفضاء واللي مازال كدور دابا حاليا في الفضاء بحال شي ساتيليت؟ بقاو معايا في الرحله ديال الرجل اللي باغي يبدل العالم، اجي نشوفوا منين جا، كيفاش بدا، وكيفاش اسس الامبراطوريه ديالو. بين قوسين، الناس اللي كيسولوني كيفاش كنقرا الكتب ديالي، حيت ما كنوريهمش لكم ديما في الفيديو، كنقراهم سوا سور تابليت سو فورما بي دي اف، سوا في اوديو بوك في واحد لابليكاسيون اللي نقدر نشاركها معكم. لافونتاج ديال الاوديو بوك هي تقدر تكون غادي سايق وتسمع الاوديو بوك، ولا تقدر تكون كدير سبور مثلا وتسمع الاوديو بوك. انا في لوكا ديالي كنجلس كنسمع الاوديو بوك، كتجيني ساهله في لابريز دو نوت وفي الريزومي ديال الكتاب. تزاد ايلون ماسك في جنوب افريقيا في 28 جوان عام 1971. باه مهندس في داكشي ديال الالكتروميكانيك، امه كانت مانكان وحلات شركه في عالم الماكينه. عائله لاباس عليهم. فاش كان صغير كان كيبان مختلف على باقي الاطفال وكيفهم دغيا، كان متعطش للمعرفه وكان كياكل الكتوبه، كيقرا بعض المرات كتاب حتى لجوج في النهار، لدرجه انه قرا كاع الكتوبه ديال البيبليوتيك اللي كاينين في مدينته. كتاب حتى لجوج في النهار. كان بلي بالانفورماتيك. في سن 12 عام صوب جو فيديو باعو ب $500. في المراهقه تبلا بالكتوبه ديال السيونس فيكسيون او الخيال العلمي، وبدات كتكبر فيه الفكره ديال يدير انجازات خياليه ويمشي لكواكب اخرى. في سن 17 عام غادر جنوب افريقيا باش يمشي لكندا باش ما يديرش سيرفيس ميليتير اجباري. دونك تانستالا في كندا، ومن بعد الولايات المتحده الامريكيه. خدا الليسونس في الفيزيك والايكونومي، وتما بدات كيتانتريس اكثر واكثر للدومين ديال ليسباس، ولونسا اول شركه ديالو. بدا ايلون ماسك المسيره ديالو بانشاء شركه زيب 2 اللي كانت انوير اون لين. مثلا الا كنتي كتقلب على شي شركه كتكتب الاسم ديالها في السيت ديال زيب 2 وكيخرج لك لي كوردوني ديالها، اللي باعها من بعد وخدا فيها الصفقه ديال 22 مليون ديال الدولار. ميم با شهر من بعد لونسا شركه x.com اللي هي بنك اون لين اللي تحولات من بعد الباي بال، ومن بعد شراتها اي باي وخدا فيها ماسك 250 مليون ديال الدولار. فقرر ماسك يستعمل هذه الفلوس باش يحقق الحلم ديالو اللي هو يصيفط صواريخ في الفضاء. باش يوصل لهاد الاهداف الخياليه كون فريق ديال المهندسين كان كيطبق عليهم اخلاق مهنيه مجنونه، كيخدموا حتى ل 18 ساعه في النهار، ودار ريبيوتاسيون ديال رجل اعمال لا يرحم، وما كيترددش باش يكون صارم مع ليكيب ديالو، لدرجه انهم كانوا كيباتوا في البيروات. من بعد ما ربح بزاف ديال الفلوس مع باي بال، ايلون ماسك اسس سبيس اكس. شركه سبيس اكس شركه بريفي كتهدف لاستكشاف الفضاء وكتنافس شركات دوليه كبرى بحال لا نازا الامريكانيه ولا ليزا الاوروبيه. الهدف ديال ماسك هو يوصل لمناطق من الفضاء اللي مازال ما عمر ما وصلت لهم الانسانيه. مدفوع بالطموح ديالو وما كيخافش من الفشل، خدا دي ريسك كبار وكان غادي يمشي ليه كلشي. سبيس اكس في الاول واجهت العديد من الاحداث الفاشله، 3 ديال لي لونسمون ديال الصواريخ تحرقوا واللي خسر فيها ماسك فلوسو كاملين، ولكن ما بغاش يابوندوني البروجي. بعد خدمه كبيره قدرات سبيس اكس تصيفط الصاروخ الرابع اللي هو فالكون 9، وتمت العمليه بنجاح، واللي هو صاروخ كيمشي للفضاء وكيعاود يرجع، يعني قابل للاستعمال مرات اخرى. ومن هنا تسمات على ماسك ذا ايرون مان اوف ذا سيليكون فالي. من هذه اللحظه بدا ماسك كيتيق في الحلم ديالو اللي هو يوصل لبلانيت مارس او المريخ. المعلومات ديالكم حيت انا ما كنتش عارفها، سبيس اكس كتجينيري الفلوس من لي لونسمون ديال لي ساتيليت اون كولابوراسيون مع لي غوفرنمون ديال الدول الاجنبيه، ستارلينك اللي هو سيرفيس ديال انترنت باغ ساتيليت، وثالثا شراكات مع الدول بور دي بروجي دو ريشيرش في ليسباس. عام 2004 انضم ماسك لتسلا كانفستيسور، يعني مستثمر، ودخل ب 30 مليون دولار. داروا اوبجيكتيف باش يخرجوا فواتور دو سبور الكتريك، ومن بعد عامين ديال الخدمه وقعوا لهم مشاكل في الديفلوبمون ديال الطوموبيل وما بقاوش الفلوس، فحط عاوتاني ماسك فلوسه كاملين في الديفلوبمون ديال الطوموبيل. جمع ليه كلشي في خطره، مع الفشل ديال تسلا والفشل ديال سبيس اكس ولا كريز ديال 2008
السيد ترون وما بقى عنده تريال، دق بيع دارو وساكن في واحد لابارتمون حقير باش يصوفي الوضع. فينالمون ابخي مجهودات كبيره في 2008 ولا رئيس في المجلس التنفيذي او CEO، فبدل الاستراتيجيه ديال الشركه، خدم على الديزاين ولا بارتي هاردوير ديال الطوموبيل، يعني كل ما يتخصص بالالكترونيك ديال الطوموبيل، واللي كتعتبر ليومنا هذا من احسن الطوموبيلات الكهربائيه اللي متفوقين في المارشي. قدروا يخرجوا اول تسلا رودستر ودخلوا شركه اون بورس. من بعد تسلا رودستر لونساو تسلا موديل اس اللي عندها اوتونومي كبيره واللي كان عندها اقبال كبير في المارشي، والشركه دارت بوم. تسلا اليوم شركه رائده عالميا في السيارات الكهربائيه، ومازال ليومنا هذا طور تسلا في التقنيات ديالها في مجال البطاريات ولا كوندويت اوتونوم او السوقان الذاتي باش تولي طوموبيل تسوق بوحدها. دابا حاليا كاينين طوموبيلات تسلا كتطلع فيهم كتكتب لهم غير ديستيناسيون وكتديك بوحدها بدون تدخل انساني. اول بروجي فيوتوريست ديالو هو سولار سيتي اللي شراك عن طريق تسلا. بهذا البروجي باغي يدير الطاقه الشمسيه لكاع الديور وتولي كل دار عندها الاكتفاء الذاتي في الطاقه. البروجي الثاني واللي هو حمق واللي دابا خدامين عليه هو ايبرلو، اللي هو بحال الشكل ديال تران كيمشي وسط تونيل وبسرعه فائقه كتوصل حتى ل 1000 كيلومتر في الساعه. الكوميرسياليزاسيون ديالو غادي تبدا في 2024 في الامارات. البروجي الثالث اللي هو خيالي اللي خدام عليه دابا هو نورالينك، اللي هي بيوس الكترونيك كتغرس وسط الدماغ وغادي تبدا تعاون الناس اللي عندهم مشاكل طبيه بحال الزهايمر ولا امراض نيورولوجيك باش يقدروا يتحكموا في ايادي اصطناعيه مثلا غير بلا بونسي ولا الفكر. وصلنا للخاتمه. ايلون ماسك راجل ماشي عادي وكيفكر اوت اوف ذا بوكس، سيد جيني ذكي بزاف وعنده كاباسيتي كبيره ديال الخدمه. هاد جوج ديال المواصفات خلاوه يبدل المسار ديال الانسانيه على الارض ومازال كيبدل فيها. واللي خلاه يمشي بعيد ايضا هي القدره ديالو باش يدور به لي سبيسياليست واحسن الناس اللي في السوق والماناجمنت الصارم ديالو باش يوصل لاهداف كبيره بزاف. حياته كامله مغامرات مستحيله والسبيسياليتي ديالو هي يحول لامبوسيبل الى بوسيبل. وكيف ما قال في واحد المقوله ديال الكتاب، si quelque chose est suffisamment important pour vous, même si les chances de réussite sont très faibles, vous devez quand même la tenter. خونا كيزعم وديما مريسكي وما عندوش مع الماديات، وقال في واحد الانترفيو الا مشى ليه كاع كلشي دو جور او لوندومان، يعني كيهضر على الماديات ماشي مشكل يبدا عاوتاني من الزيرو. ماسك تبع الانتويسيون والاحلام ديالو وانسبيرا ومازال كيانسبيري الملايين ديال الناس في جميع انحاء العالم. قولوا لي في لي كومونتير كيف جاتكم القصه ديال ايلون ماسك والشخصيه ديالو، واش كتانسبيريكم ولا لا؟ انا شخصيا فاش قريت الكتاب موتيفاني بزاف وبدل لي الفكره ديالي على ايلون ماسك، مالغري لو فيت اللي السيد سي ان جيني و انتيليجون بزاف، دار اغلاط كبيره في الحياه ديالو وداز من مراحل صعيبه وفاشله بزاف، ولكن استطاع يدوز لقدام ويفوتهم، وهذا هو المايند سيت ديال ان انتربرونور. شكرا على المشاهده، كان معكم كمال.